رانيا يوسف ما بخافش من ربنا، وانفراد لأول صورة ليها مع حبيبها الجديد. صرحت الفنانة رانيا يوسف إنها ما بتخافش من ربنا وما بتخافش من يوم الحساب ولا من الموت، لأنها على قناعة إنها ما بتعملش حاجة غلط. مش كده وبس، دي قالت كمان إنها مش عارفة ليه الناس بتخاف من يوم الحساب مادام هم ماشيين على الخط مستقيم. الله يا فنانة، ربنا يقدرك على المشي في خط مستقيم. طب بالنسبة لفستان البطانة، رانيا في العرافة قالت إنها غلطت لما لبست فستان من غير بطانة، وكان سبب ده قلة تقدير منها بس للمكان اللي رايحاه، لكنها تابت وندمت عن اللي عملته. طيب في حبر سري قالت ايه؟ واضح ان العزة بالإثم كانت واخداها، فقالت ربنا اداني جسم حلو، واي فستان ب100 جنيه البسه بيبقى حلو عليا، وده مش عيب. رانيا قررت تعلي أكتر وأكتر وقالت أنا مش بلبس عريان، لكن أنا بلبس اللي بيكون حلو عليا، وفي زميلات بيلبسوا ملابس مفتوحة أكتر مني. أنا بحب أدلع نفسي وشايفة نفسي جميلة، وبحب ألبس حاجة تخلي شكلي جميل. ربنا يقوي إيمانك يا ست رانيا. نيجي بقى لموضوع الجواز. في برنامج حبر سري قالت رانيا إن حظها في الرجالة زفت، وإنها مش لاقية الراجل المناسب، وإنها لو عايزة ممكن تتجوز في نص ساعة. أما في العرافة فقالت إنها لو عايزة تتجوز من شخص غني هتتجوز بعد ربع ساعة من أغنى شخص في الوطن العربي كله، مش مصر فقط. بس عاوزينك تثبتي على موقف، ربع ولا نص ساعة. أنا خايفة البرنامج الجاي تقولي 3 دقايق واتجوز أغنى رجل في العالم. في العرافة قالت رانيا يوسف إنها بقت ضد فكرة الجواز. أصل ليه راجل يوجع لها دماغها؟ بس هي في نفس الوقت ما بتمنعش لو اتجوزت إنها تتجوز من راجل أصغر منها. ما ترسي على حل يا رانيا، عاوزة تتجوزي ولا لأ؟ صحيح، أقول لكم على سر، رانيا اليومين دول عايشة في قصة حب. هوريكم صورة ليها مع حبيبها الجديد ما حدش شافها قبل كده.